ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت اوريكم الرفوف الطايره اللي انا اشتريتها علشان ازين بيها اوضتي وفي نفس الوقت اخلي شكلها شيك كده. قررت ان انا اجيب الرفايع دي، بس قررت ان انا اجيبها باللون الخشبي علشان كان فيه لون اسود وحلو، كان خطير هناك، بس مشكلته ان هو كان متقشر كده، فقلت الحاجات دي مش هتنفع معايا ومش هتقعد معايا كتير، فعشان كده جبت الخشبي بقى وتوكلت على الله. وانا كنت بوريكم الفازة البيضة اللي انا اشتريتها، انتوا مش شايفينها بس هوريها لكم دلوقتي. فدلوقتي بقى كنت قررت ان انا اطلع لكم الرفاية دي واوريكم اشكالها عاملة ازاي. هي عبارة عن 3 اشكال، شكل كبير وشكل متوسط وشكل صغير. فده الشكل الكبير، وكان فيه خرمين كده من ورا علشان تعرف تدخلهم في الحيطة، دول بقى اللي هيخش فيهم المسامير وهتدخليهم في الحيطة. وكمان بقى الشكل اللي هو الشكل المتوسط، لا ده كان الشكل، لا هوريكم من الاول الشكل الصغير. ايوه ده بقى كان الشكل الصغير، كيوت خالص، اللون الخشبي ده حرفيا. وده بقى الشكل الاخير او الشكل المتوسط. ودي الزرعة الكيوتة الصغيرة اللي هحطها على الشكل الصغير، أمورة قوي وحلوة وكيوتة وصغيرة. وجبت كمان الزرعة اللي هي لونها أبيض، حرفيا تحفة تحفة، عجباني موت، مش عايزة أوصف لكم يعني كتر إعجابي بيها عامل إزاي يعني. وبالذات بقى الفيونكة الصغيرة اللي فيها دي والوردة البيضة دي حاجة كده روعة. وجبت برضو هنا بقى كنت بوريكم ايه المسامير بتاعتها. وقررت برضو ان انا اوريكم اللي هي الزرعة اللي عندي القديمة اللي انا جايباها من ايام زمان، بس قلت برضو ايه هحطها برضو كشكل برضو. هنا بقى كنت قررت اتفلسف واحط الحاجات قدامكم كده عشان اشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. كنت متحمسة جدا جدا يعني، مش عارفة ليه. فكانت هتقع مني، فعشان انا غبية كانت هتقع مني. وهنا بقى كنت بوريكم الازاز بتاع الشباك. طبعا عشان احنا دهنا الاوضه فشلنا الشباك كله، وكان في ازاز في الشباك، كان في اتنين من اللون الاحمر ده، فواحد اتكسر وواحد لسه عايش زي ما هو. فالابيض ده كان بتاع باب تاني، كان بتاع باب خشب تاني، فقررت ان انا اخده من الباب واعمله كمقاس الازاز اللي هو لونه احمر ده واحطه في الشباك. والحمد لله بعد ما ركبنا الرفوف الطايرة هنبدأ نحط الفازة البيضة العسولة قوي دي، بالوردة الحلوة البيضة العسولة قوي دي. وبعد كده بقى هنبدأ نحط الحاجات التانية، اللي هو الزرعة بقى الخضرة بتاعتي القديمة دي، انا على طول برشها بالمعطر اللي انا برش بيه الأوضة على طول، تبقى ريحتها تحفة تحفة، وبرش الأوضة بقى بنفس المعطر، فبجد حاجة خطيرة، ريحة تحفة بجد. فقررت بقى ان انا احطها بقى في الشكل المتوسط علشان يبقى شكلها كده كيوت وعسولة. فدلوقتي بقى هنجيب الزرعة الصغيرة العسولة الأمورة الكيوتة، هنرشها برضو بنفس المعطر عشان تبقى ريحتها حلوة كده ومالية الأوضة، وحطيناها في الآخر أو في الرف الأخير. طيب بعد كده بقى كانت عندي آية قرآنية كنت حطها برضو ناحية الشباك كده. دلوقتي بقى قررت ان انا احطها في النص كده في الاول خالص مع الزرعة البيضة او مع الفازة البيضة، زرعة بيضة ايه. فده كان الشكل النهائي، تحفة. وده كان بقى شكل الأوضة، حرفيا جمال ما بعده جمال، بالذات بقى اللون الرصاصي ده، لون مع لون غامق، اللون رصاصي مع لون غامق مع لون فاتح. ودي بقى كانت الستارة. وهنا كنت مركبة برضو الازاز، بس كان الازاز التاني اللي انا قلت ان انا هركبه اللي هو الابيض ده اتكسر، فللاسف بقى الشباك بازاز واحد. مش مشكلة بقى. ودي بقى شكل الترابيزة كيوتة. وده كان بقى شكل اسمه ايه ده، التسريحة بالكراكيب بتاعة التسريحة بكل حاجة على التسريحة. بس فكان ده شكل ماي روم. ونسيت بقى اوريكم الدولاب الدولاب اللي اتكسر، وحطيت له بقى الستارة اللذيذة البيضة اللي انتوا بتشوفوها على طول دي. ودي كانت الستارة يا حلوين.
اللي انا حطاها على الدولاب. قولولي بقى رأيكم في الستارة الكيوتة البيضة دي. هما ستارتين، واحدة جوه وواحدة بره، فبجد انا ذكية ومفيش اذكى مني خالص. وهنا بقى كنت بوريكم اللي اسمها دي الاباجورة، طبعا انتوا عارفينها اصلا. وهنا بقى كنت بوريكم نفسي. هاي. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا يا حلوين. متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة. انيو.